نفترض الفحش الذي يتسم به بعض خطاب الإسلاميين، في فحش، في فحش حتى في النقاش العلمي، سباب وتكفير وسباب بالأب والأم أحيانا، وفي الأعراض شيء فظيع، شيء فظيع مش معقول. وأحيانا لحى ودكاترة يعملون يعني إيه دكتوراه في الشريعة وفي الفقه، والناس تتساءل عجيب، هل هذا الإسلام؟ هل هذا الفقه؟ هل هذه طريقة المشايخ؟ ما الذي يحصل؟ اسمه خالد ابن يزيد، مشهور هذا، كان عقلية علمية مادية يعني. هذا خالد ابن يزيد اللي تزوج أمه بعدين مين؟ مروان ابن الحكم. عيلة وسخة كلها حيزها والله، عيلة وسخة، عيلة وسخة. تعرف ليه؟ تزوج مروان ابن الحكم اللي غضب عليه الشيخ عثمان، ليش؟ قال عن أبوه الله يلعنه لأنه ملعون. ولذلك أول مش عاجبه يمكن جماله، قال شوف القرد ازاي، ما هو زنيم، ابن حرام، ابن حرام، وما يفعل شيء إلا ابن حرام. وما أدرى يطلع يزيد ابن حرام هذا، لأن أمه مسيحية كانت، هذه ميسون بنت بحدل، أي الله أعلم. ويقال كان بينها وبين سرجون كان في علاقة، في حب. ما يدرى، ما يطلعش ابن معاوية، يطلع ابن سرجون. هذا ايش بدرينا يا حبيبي، لأنه ما بيفعل هيك فعل إلا ابن حرام بصراحة. إن كان يعتدى على عرض امرأة أيها الإخوة أمامنا، ودعانا هذا إلى أن نجمع الصلاة، نصلي جماعة في أول وقتها، هذا قواد، هذا ديوث وعرس كما يقولون. يترك الأعراض تنتهك ويأتي يدعو إلى الصلاة جماعة في أول وقتها، أحد القوادين باسم الدين، مصلي قواد. وطبعا هو يكاد يتميز من الغيظ، يكاد يعني يشق ثيابه، ويعني يمتلئ حماسة أنه كلامه صحيح، ولا بد أن نذكر هؤلاء الناس بالألفاظ هذه وأسوأ من هذه الألفاظ، وهم كذا وكذا، والناس يشمئزون. أنا لاحظت يعني في الفترة الأخيرة حتى لبعض المشايخ والله ناس دائما يعني كانوا ربما يعني يستحسنون كلامه ويثنون عليه والناس تختلف فيه، لكن بعد أن بالغ أكثر من 90% الناس أنفسهم بدلوه سبابا بسباب، وقالوا كذا وكذا، أنت كرهتنا في الدين. نفس الشخص سبحان الله، لأنه بالغ 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 وصف الناس بأنهم حشرات وصراصير وكلاب وخنازير وكذا وكذا. هذا بذكرني بالحسين وبعلي في رجولة هنا، بدك رجولة أنت، مثل مشايخ اليوم وفات اليوم. ها؟ لما نقول حتى نساء عيب والله العظيم، نسوا النساء أقسم بالله، لا. ولا صبيان ولا أوغاد ولا حقراء، ذباب صراصير فئران وأرانب هذولا. مش معقول، وخاصة من علماء الدين، مش معقول يا إخواني، لا إله إلا الله. المؤمن ليس بفاحش ولا متفحش، المؤمن لا يكون هكذا.